الشغل له دور في الموضوع، في عوامل تانية ولا العوامل الرئيسيه في الموضوع ده احنا قلنا جينات وراثه؟ هو يعني الديجنريتيف سكوليوزيس بيجي نتيجه حاجات كتير، تآكل اللي هو تآكل بالظبط، هو تآكل في الغضاريف، خشونه مبكره في المفاصل، فهشاشه في العظام. يعني لو المريض يعني مع فيتامين دي والكالسيوم بتاعه قليل، طبعا لو عنده نشاط في الغده الجردرقيه او ضعف ده مشكله كبيره. السيدات اللي بعد انقطاع البيريود بيبتدي يجي لهم اوستيوبروزس، ده بيؤدي الى بعض الهشاشه في العمود الفقري، فبالتالي انضغاط في الفقرات، فبالتالي اعوجاج في العمود الفقري. العادات الخاطئه في الجلوس فترات طويله، خاصه الناس اللي بيشتغلوا على مكاتب او اللي بيشيلوا حاجات تقيله، لان الاعوجاج في النوع ده جاي نتيجه الزمن، الحياه، المشاكل اللي عمله. فان انت تبقى عندك هيلثي لايف ستايل، بتقعد كويس، الارجونومكس يعني الطريقه اللي انت بتشتغل بيها تكون صحيه على ظهرك، توازن الجسم، ارجونوميك اللي هو الابعاد التوازنيه في الجسم بالظبط كده. كل ده لما تكون مظبوط ده بيقلل عرضه المريض او حد ان هو يجي له اعوجاج العمود الفقري. كل ما يبقى فيه اهمال في القصه دي اكتر، او في تزحزح فقرات وطنشناه والحاجات دي، ده بيزود الفرصه ان يجي لك اعوجاج في السن الكبير، وهو مؤلم قوي قوي يعني. طب احكي لنا بقى يعني حكاوي المرضى دي، الاعراض يعني غير الالم، القصص بتمشي ازاي؟ يعني انا اقول لحضرتك اخر يعني مريضه كان جت، يعني هي بقى لها سنين بتلف عشان عندها اعوجاج في العمود الفقري. عندها، ودي الاشعه بتاعتها، هي كان جايه من الفيوم. محدش راضي يعمل لها العمليه، لان الاعوجاج في السن ده في الخمسينات صعب قوي التعامل معاه، خاصه ان هو بقى له سنين. عندها الالم في ظهرها في الجزء العالي اللي ورا. حضرتك بص على الاشعه الجانبيه دي، ده اسمه الساجيتال فيو او اللاترال فيو. المفروض ان البني ادم عنده حاجه اسمها لامبر لوردوزس، تقعر في الفقرات من تحت هنا كده، ده اللي بيخلينا واقفين مستريحين. هي عندها العكس، عندها اللامبر في كيفوزس، يعني راجع لورا، فده مؤلم فوق ما حضرتك متخيل. مجرد ان هي تقف تعمل حاجه في المطبخ، او تقف تتكلم مع حد، او حتى تقف تصلي، بألم شديد في ظهرها. لو مشيت لغايه اخر الشارع يجي لها تنميل وخدلان في رجليها الاثنين، ما تقدرش تمشي اي حاجه اي مشوار الا لما تقعد في النص. غير ان في التهاب في الاعصاب الطرفيه نتيجه ان الاعصاب بتمشي من الفورامين اللي هو ما بين الغضاريف، فحضرتك المفاصل بتاعه العمود الفقري لفه، وفي انزلاق غضروفي صغير، والفقرات راكبه على بعضها بقى، فده بيقفل الفورامين. بتلاقي عندها دايما في اللي هو زي التهاب في عرق النساء، تنميل وخدلان في رجليها. فكل الاعراض دي مجتمعه بتعمل الم شديد جدا جدا جدا. ده كله بيتحل بالعمليه. فلو حضرتك بصينا كده على شكل العمود الفقري بعد العمليه، هنلاقيه في الكورونال فيو او المنظر الامامي رجع بقى مستقيم. في المنظر الجانبي قدرنا نرجع لها اللامبر لوردوزس والثوراسيك كيفوزس بصوره شبه طبيعيه، فبتتغير حياتها. لكن هل التعافي بتاعهم بيبقى زي الصغيرين؟ منطقي لا، لان حد عنده حاجه و50 سنه قدرته على الاستشفاء طبعا بتبقى اقل شويه. لكن المرضى دول في خلال يعني فتره زمنيه من شهرين ل3 بيتحسنوا بصوره غير طبيعيه مقارنه بالقبل العمليه.